الرحله ديال اليوم غادي تكون لواحد القريه اللي كتبعد على اسبانيا غير ب7 كيلومتر. بلا شك غادي تكونوا عرفتوا البلاصه علاش كنهضر. بليونش هي واحد القريه صغيره كتطلع على جبل طارق واسبانيا، وكتبعد على مدينه سبته المحتله غير ب7 كيلومتر. وهذا الشيء علاش كتعتبر وجهه للعديد من المهاجرين الغير الشرعيين. اول حاجه شتينا طاكسي كبير من الفنادق ب15 درهم. الطريق كانت زوينه بزاف، غير هو ردوا البال مع الفيراجات حيت تكون طبابه. ودابا نقول لكم مرحبا بكم في بليونش. وما يمكنش نقولوا بليونش وما نقولوا جبل موسى اللي كتعتبر واحد من اعلى القمم اللي كاينين في المنطقه، واللي من خلاله يمكن لك تشوف سبته المحتله واسبانيا وجبل طارق وميناء طنجة المتوسط. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يجربوا الغاص فراه تقدروا تجربوه بليونش ابتداء من 300 درهم. ودابا نهضروا على شاطئ بليونش اللي بالنسبه ليا من انقى واجمل الشواطئ اللي كاينين في شمال المغرب. شاطئ اللي كيتميز بمياه فيروزيه وكتحس به بحال شي بيسين، بحيث انه كما كتشوفوا ما فيهش بزاف ديال الامواج والمياه ديالو نقيه. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا صور ولا فيديوهات تذكاريه فتقدروا تاخذوها في هذه البلاصه وغير ب5 دراهم. وحتى لهنايا نقول لكم سلامه ونتلاقاو في فيديو جديد.